السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم نعمة سعد من بيت نعمة سعد. النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وحلوة قوي، وكمان للناس اللي بتعشق القرنبيط. هنعمل وصفة جميلة وكمان هتبقى سهلة قوي على البنات المبتدئة اللي اول مرة تخش المطبخ. وهنعمل القرنبيط بطريقة جميلة ووصفة حلوة، وكمان الكفر بتاعها مش هيقع من عليها ولا اي حاجة. بجد هتحسوا ان انتوا بتاكلوا كده قرنبيط كنتاكي. بجد بصوا الشكل، بصوا الحلاوة امار. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجه بصوا القرنبيطه كده لازم تبقى بيضه ونظيفه، ما نجيبش يعني نحاول على قد ما نقدر نلاقي قرنبيطه حلوه، وبنقطعها زي ما انتوا حابين، صغير كبير زي ما انتوا حابين. في ميه مغليه بقى بنزل بملح وكمون، وبنزل بنص كميه القرنبيط على حسب الحله بتاعتي. لو كبيره بحط كله، لو صغيره بحط جزء جزء علشان خاطر القرنبيط ما يتكسرش، وفيه كمان جزء يستوي وجزء لا. هنا بصوا بقى، هنا حطيت دقيق، وهحط كمان عليهم حبه من النشا، حوالي معلقه او معلقتين. انا مش عارفه يا جماعه، هنا عايزه اقول لكم على حاجه. انا هنا كنت مجهزه طبق علشان خاطر احط التوابل على الدقيق، بس ما اعرفش ايه اللي جرالي ونسيت خالص. وبقيت احط كده التوابل على الدقيق زي ما انتوا شايفين، وسبت الطبق خالص ما جيتش جنبه. بس الطبق ده برضو هخلطه على بعض وهينفعني. تعالوا اقول لكم ايه التوابل اللي انا حطيتها. حطيت فلفل اسود حبه صغيرين، وملح وكاري وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وكمان حطيت سنه من القرفه والجنزبيل. هنا بنزل بقى بحبه ميه، حبه حبه كده، مش بنزل مره واحده. عايزه الخليط يبقى معايا لا تقيل ولا خفيف. انا مش هقدر انزل بالميه كلها مره واحده، علشان خاطر الخليط ما يبقاش معايا خفيف، وما ما اقدرش ان انا احط تاني عليه دقيق والكميه تكتر معايا ونبهدل الدنيا. هنزل كده حبه حبه بالميه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بعد كده بصوا دي هنا انا حطيت عليه حبه توابل، بس هرجع تاني احط تاني قدامكم علشان خاطر ما حطيتش وكانت الكاميرا فصلت. فهنا بصوا حطيت حبه تاني من التوابل، وخلطت بيه الدقيق عشان يبقى كده القرنبيط يبقى من بره ومن جوه كده مليان توابل وطعمه حلو. هنزل بقى بحبه هنا من الكزبره الخضراء، وهقلبها. بقدونس كزبره، انا ده كان بقدونس مش كزبره معلش. ده بقدونس. وبعد كده هغلفه كده كويس، هحط القرنبيط واغلفها كويس بالخليط بتاعنا، وهحطها بقى في الدقيق. بصوا بقى السر في القرمشه في الحركه دي. اعملوها بجد تحفه، بتخلي القرنبيط مقرمش لتاني يوم. مش بيفقد القرمشه بتاعته حتى لو حطيتيه في التلاجة، يعني حتى لو حتت بقت طريه، لا في حتت كتير بتبقى ناشفه. هنا بقى في زيت سخن مغلي، هنزل بالقرنبيط بتاعي. وشرط يكون سخن، ما يكونش بارد يا جماعه، عشان خاطر القرنبيط ما يشربش الزيت، والكفر بتاع القرنبيط ما يشربش زيت. فنحطه في زيت مغلي. بصوا بقى هنا شكله بعد ما خلاص خد اللون واستوى، شكله تحفه جدا. الكفر مالي القرنبيطه ومغطيها كويس قوي، وشكلها حلو قوي. وعايزه اقول لكم كميه القرمشه اللي فيها تحفه قوي، جميله جدا. وطبعا احنا ولادنا اصلا بيحبوا الحاجه المقرمشه، فالولاد هياكلوا منها ان شاء الله. مع نسبه التوابل اللي احنا حاطينها بتخلي طعم القرنبيط طعمه حلو، وكانهم بياكلوا حاجه كده من كنتاكي. اه طعم القرنبيط بيفضل موجود، بس طبعا القرمشه دي بتشجعهم اكتر. انا هنا الملح كان قليل فرشيت رشه كده من الملح. بصوا شكلها من جوه طريه، من بره مقرمشه، تحفه جدا، جميله جدا. انا اول مره اعمل الوصفه دي والطريقه دي، بس بجد عجبتني قوي. بصوا كده، بصوا الحلاوه، بصوا الجمال، بصوا الكفر ماسك نفسه، القرنبيطه مش مفرتكه ولا اي حاجه. جربوا الوصفه دي وعلى ضمانتي، وان شاء الله هتعجبكم. باي.